أولا رئيس الجمهورية القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني يقوم بزيارة إلى مقر وزارة الدفاع الوطني. تقرأ وتقول الجماعة فاهمين القصة وماش حابين يكذبوا على المواطن، يعني في النهاية يعتبروا الحقيقة. كيف وزير الدفاع يقوم بزيارة والطابي روج والفرقة العسكرية تلعب له الموسيقى؟ تعطيني انطباع أنه زيارة دولة لجمهورية أخرى، ولا هناك حاجز بين الرئاسة والحكومة والوزارات وكل مؤسسة الدولة ووزارة الدفاع؟ الدولة المدنية وزارة الدولة العسكرية. شنقريحة قبل ما يهز الصفة نتاع وزير منتدب كان قائد أركان الجيش فقط. المقر نتاعو هو في قيادة أركان الجيش، البيرو نتاعو يعني. كيعود تبون رايح لوزارة الدفاع شنقريحة هو اللي يجي يستقبله، والناس تسألت في هذاك الوقت وش دخل رئيس قيادة يستقبلوا الأمين العام، أمين عام الوزارة. نعم. ثم أن صياغة الخبر تعطيك فكرة على طبيعة النظام، لأنه الصياغة العادية أنه تبون تنقل إلى مكتبه في وزارة الدفاع، لأنه هو وزير الدفاع عنده مكتب في وزارة الدفاع. لكن الصورة وكل المعلقين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الشعب ذكي جدا، كلهم علقوا كما نعلقوا احنا، ما احناش نخترعوا في حاجة. كلهم قالوا واش زاير دولة جديدة والبروتوكول والنشيد الوطني. حشموا شويه يا جماعه الخير. والفريد ميسيون وفيهم ما نعرف عطاو له فريد ميسيون والوفد المرافق له. اخي على كل هو راح التقى بالجنرالات والمسؤولين العسكريين وتكلم، وتعرف انت الخطابات الحساسه هذه تاع الرئيس، لكن ما قالوش شي هالمناسبه. مش لازم يا اخي، راح المكتب تاعه في زياره، راح يطمئن زياره تفقديه. لكن السؤال اللي يطرح يعني، وانا نطرحه للمشاهدين الاعزاء، هل ممكن لتبون